بشجع الناس على ان هم يفكروا بشكل يعني واقعي، لان يعني اتخاذ نفس القرارات العاديه التقليديه في وسط مجتمع تقليدي، هو دي مش واقعيه، ده تقليد. الواقع يعني بيشوف المشاكل اللي حواليه ايه والدنيا اللي حواليه ايه، ويبدا يعني يفكر بطريقه تتخطاها. وخلينا اديك 4 نصائح في الجزئيه دي. وانا هنا هتكلم في المطلق، يعني مش هتكلم على مشروعنا احنا تحديدا، هتكلم معاك في المطلق. النصيحه الاولى، بناء على احصائيه اتعملت، كان الناس قبل سنه 2000 يعني مجتمع الطبقات بتاع الناس كان مختلف عن بعد سنه 2000. قبل سنه 2000 كان المجتمع مقسوم 3 طبقات: الطبقه الفقيره هي اكبر طبقه، الطبقه المتوسطه، والطبقه الغنيه. بعد سنة 2000 العالم نفسه الاستراتيجي بتاعته او الاستراكشر بتاعه اتغير، اصبح طبقة غنية، طبقة فقيرة، والمتوسطة اصبحت هي النقطة الصغيرة دي اللي في النص. طيب، لما جوا يدرسوا ايه اللي ادى الى ذلك، اكتشفوا ان في ناس السلوك المالي، ودي النقطة المهمة جدا، دي النصيحة الأولى: السلوك المالي. في ناس السلوك المالي بتاعها أدى إلى الارتفاع من الطبقة المتوسطة إلى الطبقة الغنية، وفي ناس السلوك المالي أدى إلى انخفاض من الطبقة المتوسطة إلى الطبقة الفقيرة. طيب، إيه السلوك المالي اللي بيخلي واحد يرتفع، وإيه السلوك المالي اللي بيخلي واحد ينخفض؟ السلوك المالي اللي بيخلي واحد يرتفع هي فكرة، قصدي ينخفض اللي هو ينزل، تمام، هي فكرة تقليل النفقات. ما بيعملش حاجة في حياته غير إن هو، أو الكنترول أو التحكم عنده هو فكرة تقليل النفقات بتاعته. لكن النوع الثاني او السلوك الثاني اللي هو العكس تماما، هو فكره توسيع الدخل او زياده الدخل. يعني باختصار كده، لو اعتبرنا ان المربع الابيض ده هو ده الدخل بتاعي، تمام، الدخل الحالي، تمام. الموضوع باختصار الموضوع باختصار ان انا عايز اخلي نفقاتي جوه المربع الابيض، تمام كده. فانا عندي حلين: طول ما نفقاتي اصغر من المربع الابيض، طول ما انا عايش مرتاح. طيب، النوع الاول اللي بياخد فكره تقليل النفقات، هو بيخلي يحاول يضغط، يخلي، نفترض المربع الاحمر ده هو النفقات بتاعته، بيحاول يضغط يخلي الاحمر ده جوه الابيض. فلو في مثلا رفاهيات بيبدا يستغنى عنها، في حاجات كان بيعملها في الاول بسبب التضخم اسعارها غليت فيبدا يستغنى عنها. في مش عارف كنا بنطلع مصايف مثلا في اماكن هاي مثلا والدنيا جت علينا، فبنبدا نشوف ايه حاجات بسيطه ماشي حالنا. ليه؟ لاني انا ما عنديش تحكم في زياده المربع الابيض اللي هو الدخل، انا كل تحكمي فين؟ في الاحمر. طيب، المشكله فين؟ ان الموضوع ده عامل زي المسكنات بالظبط. يعني ايه؟ يعني ممكن يريحك سنتين، ثلاثه، اربعه، خمسه، تيجي اي موجة تضخم تاني او اي احداث عالميه، اي حروب، اي حوارات، اي نوش في العالم، يعمل ايه؟ ارتفاع اكتر، فتلاقي الجزء الاحمر ده يبدا هوب يفرد تاني ويزيد. فلما هو بيزيد بيبدا يجي على الجزء الابيض، فتبدا حضرتك تحاول تستغنى تاني عن حاجات تاني، وتستغنى تاني، وتستغنى تاني، لحد بعد فتره كده طويله. والمشكله ان هو مسكن، فانت ما بتحسش بيه بسرعه. يعني الموضوع بيبقى عامل زي، عارفين قصه الضفدع؟ في حد هنا مش عارف قصه الضفدع؟ ابعت لي كده على الشات، عارف قصه الضفدع ولا لا؟ يعني اتمنى ان الاقي حد عارفها، يعني من الضيوف اللي معانا. لو عارفين قصه الضفدع ابعت لي على الشات. طيب، خليني احكي لكم بسرعه، يعني هي ليها علاقه بالجزء ده. قصه الضفدع ان مره عملوا تجربه، والتجربه دي حقيقيه. جابوا اناء مغلي، اناء يعني زي صينيه واسعه. في حد عارف؟ الحمد لله. تمام. جابوا زي صينيه كده، او يعني حله كبيره، وحطوا فيها ضفدع، تمام. وبداوا يغلوا، حطوا نار، يعني نار تحت البتاع ده. فالضفدع في الاول بدأ واحدة واحدة، لما البتاعة بدأت تغلي معاه فهو بدأ يتكيف، يعني بيتكيف جسمه، تتكيف مع درجة الحرارة اللي في الإناء، تمام كده. فكل ما بتغلي درجة الحرارة شوية، يعني قصدي تسخن الإناء ده شوية، يسخن أكتر، كل ما هو بيبدأ يتكيف مع الإناء. واحدة 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 واحدة، لحد ما جت فترة معينة لقوا الضفدع مات. طب مات ليه؟ طب ما كان عنده القدرة إنه يقفز من الإناء ويطلع. قال لك مشكلته إن هو كان المفروض يقفز من أول مرة،
لكن لما بدأ يتكيف 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 وصل لمرحلة انه مش قادر يقذف خالص، مش قادر ينط، مش قادر يقفز بره الإناء. ليه؟ عشان هو تكيف فترة طويلة، فما بقيش قادر تاني من المجهود والطاقة اللي في التكيف انه يقدر يقفز بره الإناء ويسيب الإناء كله. هي دي المشكلة. تقليل النفقات هو نفس الفكرة. انت بتقعد تحاول تتكيف لحد ما توصل لمرحلة خلاص انت مفيش قدرة تاني، فتبدأ تنزل طبقة فقيرة، رغم ان انت كنت عايش متوسطة مثلا من كام سنة. النهارده التضخم اللي بيحصل بينزلك. طب ليه؟ عشان اصلا السلوك المالي بتاعي كان فكرة التكيف، تقليل النفقات، وده سلوك مش صح. يعني هو ممكن يبقى حلو لو انا بتبع السلوكين مع بعض، ان انا بوسع في الدخل وفي نفس الوقت بقلل، لكن لو بقلل بس هو ده المشكله. طيب، فكره توسيع الدخل اني بمنتهى البساطه انا الاحمر كده كده، الجزء الاحمر التزاماتي ومصاريفي بتزيد عليا، فانا الافضل ان انا اوسع الجزء الابيض. الجزء الابيض ده اكبره، اخلي مصادر دخل اكتر، مصادر دخل متنوعه، بحيث ان الموضوع واحده واحده انا بعمل اكسبانشن او توسع لانواع دخلي او مصادر دخلي. وبالتالي انا في الحاله دي هقدر انطلق، لان هيبقى عندي فوائد. ولكن الكلام ده مش هيحصل بعد سنه وسنتين، زي ما كان بيتقال لك في الفيديو، مفيش حاجه اسمها الثراء السريع اصلا في الحياه. انت لازم تاخد الموضوع تدريجي، تمام كده. وبالتالي التوسع ده تدريجيا، سنه عن الثانيه عن الثالثه، يبدا يخلق لك فكره الارتفاع من المستوى المتوسط الى، او الطبقه المتوسطه الى الطبقه الغنيه. يبقى السلوك المالي هنا اختلف ما بين شخصين، وبالتالي كل واحد النتيجه بتاعته كانت مختلفه عن الثاني. يبقى اذا نستنتج ايه من ده؟ لما تيجي تدور على فرصه جديده، انت دلوقتي مثلا التضخم حصل والتعويمات بتحصل والدنيا مش احسن حاجه، فبالتالي الناس كلها دلوقتي بتدور على فكره ايه؟ ان انا عايز ازود دخلي عشان المصاريف والحاجات والاسعار وكل حاجه غليت عليا. حلو جدا، انت هنا وصلت لنقطه حلوه، ان انت اصلا بدات تفكر في زود دخلي. طيب لما ازود دخلي بقى لازم افكر في حاجه يبقى فيها توسيع، حاجه الدخل فيها ما بيثبتش، المربع الابيض ده بيكبر على طول. وطبعا الكلام ده مش هتلاقيه في الوظائف، اكيد الكلام ده هتلاقيه فين؟ في المشاريع بشكل عام. يبقى رقم واحد، النصيحه الاولى، فكر دايما في السلوك المالي اللي فيه ايه؟ اللي فيه توسيع او زياده الدخل. دي اول حاجه. وانت بتدور على اي فرصه في حياتك، فكر هل الفرصه دي ينطبق عليها فكره التوسيع؟ يعني اللي هو كل سنه عن التانيه اقدر دخلي يزيد، ولا ثابته زي الوظائف مرتب ثابت والزيادات يعني تفهم ملهاش اي قيمه اصلا. طيب يبقى دي النصيحه الاولى طبقا للواقع، الواقع اللي هو الاحصائيات اللي هي اللي انت شايفها دي. لدرجه ان في ناس للاسف يعني معتقد ان الطبقه المتوسطه كلها نزلت فقيره، وده قله وعي منه. لا، في ناس طلعت غنيه على فكره عادي بسبب السلوك المالي. طيب لحد دلوقتي الدنيا واضحه؟ الناس كده سامعه صوتي؟ سامعين صوتي كويس؟ سامعين صوتي كويس؟ الناس اللي الكاميرات ايوه تفاعلوا معايا. طيب النصيحه الثانيه لما تفكر في فكره المشاريع بشكل عام، اوعى تفكر في المشاريع اللي على الارض، لان هي الاكثر ضررا وتضررا. طب ليه؟ بغض النظر ان هي محتاجه طبعا راس مال كبير والحوارات دي كلها ومصاريف تشغيل عاليه والكلام ده كله، لكن هي الاكثر ضررا. واكيد شفت الكلام ده بعينك في ايام الكورونا في 2020. لما حصل كورونا اكتر حاجه اتضرت هي المشاريع اللي على الارض، لكن المشاريع على الانترنت وقتها كانت بتستفيد استفاده عظيمه جدا. تمام. اي حاجه، بصوا لو تخيلتوا مثلا التضخم التعويم اللي حصل في مصر ده، اللي هو في الشهر اللي فات بان ولا اللي قبله، تمام، اثر على المشاريع التقليديه. الاجابه بدا يعمل تاكل في راس المال، لان التضخم بدا يعني الواحد المفروض انه بيكسب ويلاقي نفسه اصلا ما بيكسبش. ليه؟ عشان قيمه العمله بتنهار. فبالتالي اكثر تضررا مع اي نوش في العالم، اي ازمه اقتصاديه، اي وباء عالمي، اي حوار، اي قصه، اي حوار، هتلاقي ايه؟ اكثر حاجه بتتضر هي المشاريع اللي على الارض، لان هترتفع عليها مصاريف تشغيلها، وساعات بتتأذي في حاجات كتيره، بتفرض عليها ضرائب مثلا اكتر، بتفرض عليها حاجات اكتر. كل ده عشان خاطر في ازمه، فكله عايز يجي على اصحاب المشاريع اللي على الارض. فدي نقطه لما تفكر في فكره زياده الدخل، فكر في الانترنت. ليه؟ لانه مش عليه الصعوبات دي، مش يعني هو هنقول الاقل ضررا مش الاكثر ضررا. يبقى دي النصيحه الثانيه، والكورونا طبعا خير شاهد على الكلام ده. طيب ايه تاني؟ رقم ثلاثة، النصيحه الثالثه، فكر في العمله اللي بتدور على ان انت تزود دخلك منها.
لان لو انت ما اهتمتش بالنقطه دي حضرتك هتبقى عامل زي اللي كان في 2013 دخله مثلا عامل $200 بالمصري يعني، ولما اجتهد وصرف على نفسه طور من نفسه جه في 2023 يعني بعد 10 سنين دخله مثلا ب $100. هو فعليا ممكن يبقى بيزيد، لان لو بصيت كده في 2013 $200 دي كانت عامله كام؟ اضرب كده $200 دي في 7 وقتها مثلا، اهو 200 في 7 هتديك مثلا هنفترض ان 1400 جنيه. طب النهارده ال $100 $5000. حضرتك هو بالمصري زاد، بس بالقيمه الفعليه قوه الشراء بتاعته قلت ما زادتش. فلازم تبقى مهتم جدا ان انت وانت بتدور على ده ان انت تبحث عن دخل بعمله مستقره، الدولار بشكل اساسي او اي عمله تانية لو في حاجه بس تكون مستقره بشكل عام. طيب رقم 4 والاخيره هي نصيحه في طريقه التفكير. طريقه التفكير. في ناس ساعات بتتعامل في البحث عن الفرص بشكل عام بنظريه الاله الحاسبه، يعني 1 زائد 1 يساوي 2. وللاسف النظريه دي حسابات الارض مش حسابات ربنا سبحانه وتعالى. طيب لازم تبقى فاهم اني ربنا سبحانه وتعالى طلب مننا السعي فقط، ما طلبش مننا ان احنا نحسب نتائج السعي ده، وما طلبش مننا ان احنا نضمن نتائج السعي ده، لان ربنا رزقه اوسع بكتير من نتائج السعي اللي ممكن تتخيلها في دماغك. دي نقطه مهمه. النقطه الثانيه ودي مهمه برضه، ان حضرتك ما ينفعش تدور او تبحث عن فرص تكون على مقاس مهاراتك الحاليه. يعني ما تجيش مثلا فرصه قدامك ممكن تكون حلوه وممتازه، بس فكره ان هي محتاجه تعلم مهاره جديده انت مش عندك، فتقول لا اصل انا مش عارف مش عندي خبره في الحاجه دي فانا خلاص مش عارف مش محتاج. الكلام ده كان ينفع زمان ايام ما كان في استقرار، وايام ما كان ما فيش عمله منهاره، وايام ما كان الدنيا يعني في خير في بركه. لكن دلوقتي حضرتك انت اللي محتاج ترفع من امكانياتك، تعلي من مهاراتك، لان كل الفرص اللي على مقاس مهاراتك الحاليه اعتقد انت وصلت لاحسن حاجه فيها. يعني لو انت النهارده عندك مهارات معينه فغالبا الشغل اللي انت بتشتغله دلوقتي ده تقريبا اقصى حاجه انت وصلت لها في مهاراتك. فحضرتك المشكله بقى مش في مهاراتك، هنا المشكله في عقليتك، طريقه تفكيرك. انت محتاج تضيف مهارات عشان تفتح لك ابواب رزق تانية. لكن هتدور بنفس المهارات الحاليه فانت غالبا يعني بقالك اكيد سنين بتشتغل، انت مش شغال امبارح يعني. تمام. كون ان انت بقالك سنين بتشتغل فانت اكيد حصدت او وصلت لمرحله ايه بيسموه ايه الفيرجن الاقوى طبقا للمهارات الحاليه بتاعتك. تمام. فبالتالي المشكله ما بقتش بقى في مهاراتك نفسها، المشكله بقت في طريقه تفكيرك. انت نفسك محتاج تفهم ان انا عشان اوصل لمتوسطات دخل عاليه انا لازم اكتسب او اضيف لنفسي مهارات جديده. فكون ان في مجال ممكن زي مثلا مجال الفوركس، في ناس ممكن تكون ما تعرفوش اصلا ما اشتغلتوش قبل كده، فتيجي تقول اصلا لا ما انا ما بفهمش فيه. حضرتك هو شغلك انت اللي انت فيه دلوقتي انت كنت بتفهم فيه اصلا زمان؟ اكيد لا. انت بقيت بتفهم فيه لما مارسته ولما اتعلمته وضفت مهاره لنفسك. فهي دي الفكره، سنه الحياه ان انت تفضل تضيف مهارات وتتعلم، وان انت ايه توسع من رزقك ومصادر دخلك. وهو ده السعي اللي مطلوب منك، مش مطلوب منك تحسب حسابات للآلة الحاسبة في الرزق بتاع ربنا سبحانه وتعالى. دول 4 نصائح بشكل مطلق، ولو احنا جينا طبقنا الأربعة دول على خلينا لا خلاص ماشي خلاص. طيب لو جينا طبقنا الأربعة دول على الفرص المتاحة بشكل عام، يعني لو جينا اتكلمنا هنا في مصر مثلا، هو في حد في السعودية بس غالبا أكيد مصري. تمام. لو جينا اتكلمنا هنا ان في مصر ايه الحاجات المتاحه؟ الوظائف او المشاريع اللي على الارض، او السفر للخارج للخليج بشكل عام او كده، او مجالات الانترنت او مشاريع الانترنت. طيب لو جيت طبقت الكلام ده على الوظائف، هل الوظائف فيها القابليه في توسيع الدخل ان كل سنه عن الثانيه الاقي فرق دخل كده، يعني فرق واضح مش 100 جنيه و200 جنيه وكلام فاضي؟ ما فيهاش اكيد الحته دي. طب هل الوظائف فيها انترنت؟ لا. طب هل الوظائف فيها عمله مستقره؟ اكيد بتشتغل في مصر فانت بتقبض بالمصري برضو؟ لا. طب هل الوظائف فيها اكتساب مهارات جديده؟ غالبا اللي انت بداته لو شغال بقالك 10 سنين اللي انت بتعمله من اول يوم هو اللي بتعمله دلوقتي، يعني مفيش حاجه جديده غالبا يعني، في الاغلب والله اعلم. تمام.
غالبا لا، وحتى لو اكتسبت مهارات جديده فالدخل مش هيزيد برضه، هتبقى موظف برضه بتكتسب مهارات جديده وبيدوك نفس الدخل. تمام كده؟ طيب فالوظيفه هي اسوأ حاجه بالنسبه للاربع حاجات اللي احنا اتكلمنا فيهم. طيب بالنسبه للمشاريع اللي على الارض، هل المشاريع على الارض فيها فكره توسيع الدخل؟ الاجابه اه، لان اكيد من السنه للتانيه لو باداره كويسه وحكيمه من السنه للتانيه اكيد في معدلات نمو هتبقى ملحوظه. طيب لكن هل هي على الانترنت؟ الاجابه لا. طيب هل هي بعمله مستقره؟ غالبا انت جوه مصر فاكيد بالمصري، فاكيد مش عمله مستقره. تمام. طيب هل هي محتاجه تعلم او من خلالها بكتسب حاجه جديده؟ غالبا لو انت فاتح مشروع على الارض يعني في الاغلب، يعني في الاغلب مش محتاج تتعلم حاجه جديده، لان انت المشروع اللي انت فاتحه انت أكيد فاهم فيه، الا لو لسه مبتدئ في الحاجه دي فاكيد هتتعلم حاجه جديده. فهنا يعني اتس ديبند، يعني ديبند على حسب. طيب فبالنسبه لي فيها صفه من الصفات. طيب لو جينا اتكلمنا على السفر للخارج، الناس اللي مثلا هتاخد تروح تسافر على الكويت او على الخليج او ايا كان او حتى اوروبا، تمام، هل فيها توسيع في الدخل؟ في الاغلب لا، لاني انت غالبا بتسافر على وظيفه. انت لو بتسافر على مشروع ماشي، لكن بتسافر على وظيفه غالبا مفيش توسيع، من السنه للسنه فروقات بسيطه. طيب هل فيها انترنت؟ برضو لا. طب هل فيها عمله مستقره؟ اكيد طبعا بما انك طلعت بره الجنيه المصري. تمام. طيب هل فيها فكره الفكره الاخيره اللي انا قلت عليها ان هي محتاجه تطوير المهارات؟ ما هو انا لو مسكت في وظيفه في الخارج خلاص، ما هو نفس اللي انا بعمله. يعني لو في واحد صيدلي اشتغل في الخارج في صيدليه فخلاص، هي تاسكات معينه تخص مجاله وهو كده كده عارفها من قبل ما يسافر فخلاص، غالبا ما فيهاش الكلام ده، فهتلاقي فيها برضو ميزه من الاربعه. طيب لو جينا اتكلمنا على المشروع بتاعنا وفصصناه بقى، هو طبعا كده كده على الانترنت، وفي فكره توسيع الدخل اكيد ايوه طبعا، والا ما كناش احنا جواه لحد دلوقتي. طيب في فكره العمله المستقره، اه في الدولار. طب في فكره اكتساب مهارات جديده؟ اكيد، لان انا هتعلم مجال زي الفوركس، مجال زي العملات الرقميه، مجال زي الدروب شيبينج، زي السوشيال براندنج، زي التسويق، الحاجات دي ممكن تكون كلها جديده عليا اصلا. يبقى انا بالنسبه لي هنا انا متمتع بمميزات متعدده في مجال واحد وفي مكان واحد وفي حته واحده. واضحه؟ طيب